ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر. فيديو جديد من The British English وفيديو جديد من ازاي تتعلم الانجليزي صح زي الافلام والمسلسلات. هنكمل مع بعضينا مسلسل شارلوك وهنتعلم جمل جديده وبرونانسيشن جديد ومعاني كلمات جديده. ما تنساش تكمل الفيديو للاخر عشان تستفيد وتعمل سبسكرايب، ويلا بينا. I don't know. Get a flat share or something. I don't know. Get a flat share or something. I don't know. Get a flat share or something. طبعا قال كلمة هنا I don't know قالها سريعة جدا، فال I don't know. I don't know. Get a flat share or something. Get a flat share or something. طبعا انت هنا عندك حاجتين. لو انت وقفت في كلمة flat share، يعني لو انت قلت مثلا flat share وقفت، فانت ممكن ما تنطقش الار عادي، مثلا تقول get a flat share وتقف بعد كده تقول or something. لو انت عايز تكونكت وتتكلم بسرعه زي ما هو ما قال كده، بتستخدم الار دي كحاجه اسمها لينكينج ار. لينكينج ار يعني تخليك ان انت تلزقها في الكلمه اللي بعدها. امتى تعمل الموضوع ده؟ زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت كنا شارحين اللينكينج ار. تشوف الفيديو اللي قبل ده هتلاقيني شارح لك بالظبط اللينكينج ار. بتقول لك ان انت علشان تنطق الار لازم يكون بعدها فاول ساوند، فتقول مثلا flat share or something. get a flat share or something. I don't know. get a flat share or something. طبعا هنا كان بيسأله بيقول له ان العيشة في لندن غالية جدا يعني، فبيقول له تفتكر اعمل ايه يعني؟ فقال له مش عارف، ممكن تاخد لك مثلا شقة مثلا مع حد وتقعد مثلا معاه. Come on. Who'd want me for a flatmate? طبعا انا في الجملة دي هو رد عليه وقال له come on who would want me for a flatmate. come on who would want me for a flatmate. who would want me for a flatmate. طبعا خد بالك من التي. who would want me for a flatmate. طبعا who would دي اختصار لكلمة who would. بعدين بتقول who would بتقول who'd. how would want me for a flatmate. وطبعا ما تقولش want me for، ما تقولش want me for، لا بتشيل التي خالص تقول want me. who would want me for a flatmate. who would want me for a flatmate. يعني انا بيقول له يعني تفتكر مين هيوافق انه يقعد معايا في شقه يعني. flatmate يعني الشخص اللي انت بتقعد معاه في شقه، لما مثلا بتأجروا شقه سوا بتشتركوا في الفلوس، اسمه flatmate. flatmate. who would want me for a flatmate. You're the second person to say that to me today. You are the second person to say that to me today. You are the second person to say that to me today. طبعا بقول لك بسرعه بعد كده ببطأ. You are ما تقولش you are. You are. اتفقنا دي وقلناها برضو في الفيديوهات اللي فاتت، ما تنساش تشوفها لو لسه ما شفتهاش. You are the second person to say that to me today. طبعا to حرف الجر قلنا بتربطه مع الكلمه اللي بعدها على طول. You are the second person to say. فانا بدل ما تقول to say بتقول to say على طول. To say that to me today. بدل ما تقول to me هتقول to me. To me. To me. You are the second person to say that to me today. لو انت قلت الستبس دي كده مظبوط هتلاقي نفسك بتقولها بسرعه ومن غير ما انت بتحس. You are the second person to say that to me today. يعني انت تاني شخص يقول لي نفس الحاجه دي النهارده. طبعا وهنا رد عليه طبعا قال له who was the first. Who was the first. طبعا ما قالش who was the first. وطبعا كلمه was ما تقولش was عشان في ناس بتقول was لسه، خلي بالك. Who was the first. Who was. طبعا اربط الverb to be was مع who. قول who was. Who was. لكنها كلمة واحدة. Who was. Who was the first. Who was the first. Who was the first. Who was the first. with the اربطها مع كلمة first، فانت بدل ما تقول the first تقول the first. Who was the first. يعني قصده مين أول واحد يعني قال لك كده. طبعا أتمنى تكون استفدت حاجة جديدة من الفيديو دوت من مسلسل شارلوك. تنساش تكتب لي كومنت باسم المسلسل أو الفيلم اللي أنت بتحبه وعايز نعمل عليه الفيديو الجاي، وتقول لي استفدت ايه من الفيديو دوت. ولو كملت الفيديو للاخر ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتشوف الفيديو الجاي عشان هيبقى مهم جدا، واشوفكم في فيديو